أوضح عبد الرزاق هفتي طبيب المنتخب الوطني المغربي أن حالة اللاعبين جيدة باستثناء البعض من قبيل سليم أملاح وإلياس الشاعر وزكريا أبو خلال. وأضاف طبيب أسود الأطلس في تصريح لموقع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن إصابة أملاح خفيفة وبإمكانه أن يكون حاضراً في مباراة كرواتيا. وشدد هفتي على أن أبو خلال سيغيب بنسبة كبيرة عن لقاء كرواتيا، وسيكون متاحاً للطاقم التقني في المباراة الثانية أمام بلجيكا، مشيراً إلى أن الطاقم الطبي يبذل مجهوداً كبيراً لتأهيله. وبخصوص الشاعر، أكد طبيب المنتخب المغربي أن حالته الصحية تحسنت بنسبة 70 إلى 80%، مشيراً إلى أن قرار مشاركته أمام كرواتيا ستحسم غداً الثلاثاء.